السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفيديو التاني الخاص بالشابتر الرابع ان شاء الله هتكلم على الانتيجين ريسبتور اوف ليمفوسايت. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انترودكشن للشابتر الرابع. تمام، دي برضو يعتبر ميني انترودكشن برضو. تمام، السبيسيفيك ممكن في الفيديوهات الجايه الكتير ان شاء الله. طيب، الريكوجنيشن تول الخاص بالادابتيف اميون سيستم. الاركتكتشر بتاع البي سيل والبي سيل ريسبتور والتي سيل ريسبتور يعتبر الى حد ما متشاركين، ولكن باختلاف يعني متشاركين في الاسم، لكن في الاستراكشر وفي الفانكشن مختلفين. تمام. طيب، الانتيجين ريسبتور الخاص بيهم يكون فيهم حاجتين مهمين جدا: في ريجن اللي هو الفاريبل ريجن، والسي ريجن اللي هي الكونستانت ريجن. الفاريبل ريجن هي دي المنطقه اللي بتبدا تتعرف على الانتيجين. تمام. والمنطقه دي اللي هي بتتعرف على الانتيجين دي اصلا دي اللي حصل لها لو تفتكر الكولونال سيلكشن والكولونال اكسبانجن في السكندري ليمفويد اورجان بعد عمليه البوزيتيف سيلكشن لو تفتكر. تمام، سواء في البي سيل ريسبتور او في التي سيل ريسبتور. اما الكونستانت ريجن دي برضو ما تقلش اهميه عن الفي ريجن، دي بتكون السبورت بتاع الاستراكشر. تمام، وبيكون مهمه جدا، مهمه ايضا في الساينال مولكيول بعد ما تبدا تتعرف عمليه الساينال كاسكيد. عمليه مهمه جدا، دي بتكون مرتبطه بالسي ريجن. تمام. برضو انتاجها بيكون مع ال خاصه برضو في الكلونز اثناء ما يحصل كلونز لما تبدا تتعرف على الانتيجين في السكندري ليمفويد اورجان. طيب، قال لك عشان تبدا تتخيل الانتيجين ريسبتور، قال لك تخيل ان الفي ريجن ده هي التيب بتاع الكي اللي على الطرف. تمام، و بقيه الكي المفتاح اللي هي السي ريجن. تمام. والاثنين دومت بيكونوا يونيك لكل قفل اللي هو الانتيجين، فدي حاجه انالوجز للمثال ده. طيب، الفاريبل ريجن قال لك فيها هوت زون. طب يعني ايه؟ يعني هل الفاريبل ريجن هي كلها اللي بتبدا تتعرف على الانتيجين؟ قال لك لا، قال لك في منطقه هوت زون سبيسيفيك اكتر، والمنطقه دي اسمها سي دي اور اللي هو complementary determining region. تمام. دي يعني بتكون فيتنج اكتر للشيب بتاع الانتيجين. تمام. طيب، ليه الفاريشن بتكون تركيزها على سمول سبوت في الانتيجين ريسبتور؟ قال لك عشان خاطر تحاول تماكسمايز الانتيجين بايند ديفرسيتي. بمعنى عندك الانتيجين له بصمه كده، بصمه على يعتبر التب اللي فيها. تمام. فعشان خاطر يحصل عمليه السبيسيفيك اكتر والكلونال سيلكشن اكتر، لازم الهوت سبوت ده او الهوت زون اللي في الفاريبل ريجن لازم تكون موجوده، واهميتها بتكون كبيره جدا. تمام. فده بتكون كفينجر برينت للانتيجين. منين ما الفينجر برينت ده تاتشد بالبصمه بتاعه الانتيجين وبدات تتعرف عليه، خلاص بتبدا تديك خلاص دي بتكون عمليه موثوقيه للانتيجين ريسبتور. طيب، الساينال باترن بعد ما البي سيل ريسبتور او التي سيل ريسبتور تتعرف على الانتيجين ده، طبعا بتكون البي سيل بتكون محتاجه ان هي تنتج انتي بودي، او التي سيل بتكون محتاجه تنتج سيتوكاين عشان خاطر تشوف هتقتل الانتيجين ده من خلال لو هي سي دي 8، او هتبدا تستدعي خلايا تانية لو هي سي دي 4. فعمليه الساينالينج باترن ده مهمه جدا، فده بتحصل بالبروتين اللي موجود جنب الانتيجين ريسبتور اللي هو الانفاريانت ساينال بروتين. فقال لك بعد ما الانتيجين بيبدا يرتبط على الريسبتور سواء التي او البي، بيبدا يحصل فوسفوريليشن للانفاريانت ساينال بروتين من خلالها بتبدا تتفاعل التيروزين كاينيز مع التيروزين ريزيدوس اللي موجوده في الانفاريانت ساينال بروتين عشان خاطر يحصل لها فوسفوريليشن.
ويحصل ويبدا يبدا يحصل اكتيفيشن لكاسكاد ساينا، فيبدا ترانسكريبشن فاكتور يبدا يروح للسايت اوف جين عشان يعمل له سويتش اون في النيوكليس، ويبدا بقى شوف انت العمليات اللي انت عاوزها. عمليه هتعمل دايد، هتعمل بروفريد للسيلز، ولا ديفرنشيت، ولا تنتج سيتوكاين معين، ولا ايه شغلتك؟ تمام. طيب الريسبتور سواء البي سيل او التي سيل، يعني الكومبوننت بتاعتها البي بتكون ممبرين انتي بودي باوندد بالممبرين باوند والساينا بروتين. التي سيل ريسبتور برضه بيكون تي سيل ريسبتور وساينا بروتين. قال لك ان هي في سيبريت ريكوجنيشن من الساينال. قال لك دي مهمه جدا جدا جدا، لان دلوقتي الريسبتور عشان تبدا تتعرف على هاي فاريبل من الانتيجين، تمام، لازم يكون في diversity من الريسبتور، سواء الممبرين انتي بودي اللي في البي سيل او التي سيل ريسبتور. فقال لك تخيلها كده ك معظم العربيات مثلا بيكون المحرك الانجن، تمام، بيكون واحد، لكن بيكون different stream من الويلز، تمام، ممكن millions of different stream wheels، ولكن المحرك واحد. المحرك ده هنا تخيلوا بان هو الساينالينج بروتين، تمام. طيب comparison ما بين البي سيل ريسبتور والتي سيل ريسبتور. طيب comparison ما بين البي سيل ريسبتور والتي سيل ريسبتور. اول حاجه ازاي بيبدا يتعرف على الانتيجين. قال لك البي سيل ريسبتور بتتعرف على الانتيجين كممكن يكون بروتين، كليبيد، ككربوهيدرات، نيوكليك اسيد، سمول، اي كيميكالز، تمام. اما التي سيل ريسبتور ده بيبدا يتعرف على البيبتايد، الفراجمنت بيبتايد الخاص بالبروتين بس، وبيكون باوندد بالام اتش سي مولكيول. طيب الانتيجين اللي في البي سيل ريسبتور اللي بتتعرف عليها بتكون اوريجينال 3 ستراكشر، لكن في التي سيل بتكون فراجمنت، تمام. البي سيل ريسبتور يبدا يتعرف عليها كفري انتيجين، لان هي 3 دي ستراكشر، تعرف عليها كانتاكت نيتيف انتيجين. اما تي سيل ريسبتور لا، لازم يحصل لها بروسيسنج عشان تبدا تنتج بارت سبيسيفيك بارت من الانتيجين ده. والريكوجنيشن خاص بالبي سيل ريسبتور بتكون لو الانتيجين ده انفكتد جوه خليه، الريكوجنيشن بتاعتها بتكون اندايركت، من خلال ممكن تسكريت انتي بودي، او ان هي ممكن تكابشر السيلز دي بحيث ان تبدا تعرضه للتي سيل ريسبتور الهيلبر. اما التي سيل ريسبتور لو انفكتد سيلز بالانتيجين، هي بنفسها بتبدا تتعرف عليها دايركتلي، تمام. طيب what happen after antigen bind. خلاص انا بايند للانتيجين ده، تمام، يبدا يحصل اكتيفيت للبي سيل ويبدا يسكريت انتي بودي، تمام، عشان خاطر تشوف هتسيركيوليت في البلاد ولا الموكوزال سكريشن ولا في الليمف، تمام، عشان خاطر تنترلايز مايكروب او اي توكسين. اما التي سيل بتبدا تبايند على كومبلكس ما بين البيبتايد فراجمنت والام اتش سي. بعد ما يحصل لها اكتيفيشن ما بتقدرش تنتج اي حاجه، هي بيكون قدامها طريقين، قدامها ان هي تكون افكتور وتقتل الخلايا نفسها، او تاكتيفيت اذر سيلز، وتخصصها ان هي بتبدا تاثر الميكروبات ده. طب الممبرين باوند والسكريتس فور. البي سيل ريسبتور والتي سيل ريسبتور ممبرين باوند على الخليه نفسها، تمام. اما السكريشن بتكون في البي سيل ريسبتور بس، التي سيل ريسبتور ما بتقدرش تعمل سكريشن لاي حاجه خالص. طبعا الدول رول اوف انتي بودي. الدول رول بتاع الانتي بودي عشان خاطر الانتي بودي تبدا تشتغل وتبدا تتعرف على الانتيجين، بيكون فيها تو ستيبس. الستبس الاولانيه من خلال البي سيل ريسبتور، البي سيل ريسبتور بتبدا تتعرف على الانتيجين، فبتديكت الانتيجين ده وبيحصل اكتيفيت للبي سيل ريسبتور، او لو في انترنالايزد انتيجين بتبدا تعرض الانتيجين دي للهيلبر تي سيل من خلال ان هي بتعامل كمعامله الانتيجين بريزنتنج سيل. دي الستيج 1. ستيج 2 ان هي لما تكون افكتور خلاص تسمى اكتيفيشن، بتسكريت الانتي بودي سواء في البلاد او الميوتس، بتبدا منطقه الفي ريجن بتبدا تبايند على الميكروب او التوكسيك، ومنطقه الكونستانت ريجن بتبدا تستدعي ريكروت الكومبلمنت سيستم
او اي فاجوسايتوزز او الماست سيلز او الناتشورال كيرسل عشان خاطر تإليمينيت الانتيجين ده. تمام. طيب قال لك ان الكونستانت ريجن اللي موجوده في الانتي بودي دي اللي هي لايك الهاندل. قال لك ان شغلها بتبدا تعمل جراب للهيلبر زي اي امين سيلز عشان خاطر تدستروي اي انتيجين. ف ده يعتبر comparison ما بين الامينوجلوبولين الانتي بودي والتي سيل ريسبتور. ده في الاستراكشر، ده البي سيل ريسبتور، ده الانتيجين، دي الممبرين انتيجين تاني لاي انتيجين تاني، ودي الساينال ترانسدكشن. اما ده عندك ده التي سيل ريسبتور بيبدا يتعرف على الكومبلكس الام اتش سي والانتيجين اللي بايند على الام اتش سي، وده الساينال ترانسدكشن. السيل ترانسدكشن بتاع التي سيل ريسبتور مختلف تماما عن البي سيل ريسبتور. تمام. طيب اما السكريتد ده سكريتد انتي بودي في البي سيل ريسبتور بس، ما فيش في التي سيل ريسبتور. انواع الانتيجين اللي بيبقى يتعرف عليها زي ما احنا لسه قايلين ممكن يكون بروتين، بوليسترايد، ليبيد، اي حاجه. هو انتاكت انتيجين، اما ده لازم يحصل له بروسيس عشان يرتبط على الام اتش سي. في الشكل بتاعه هنا الانتيجين ممكن يكون كونفورميشنال او لينير ابيتوب، اما هنا بتكون لينير بس، لان خلاص هي عملت له معامله، حصل دخل بروسيس الانتيجين بروسيس. فحتى لو كونفورميشنال مش هتقدر تتعرف عليه، لازم تخش عمليه الانتيجين بروسيسنج عشان تكون لينير ابيتوب. اما الديفرستي الخاص بالتي سيل ريسبتور، الديفرستي الخاص بالانتيجين، او الديفرستي الخاص بالكلونز للسيلز في التي سيل ريسبتور اعلى كتير قوي من البي سيل ريسبتور. والانتيجين ريكوجنيشن طبعا بالفاريبل ريجن، سواء في الانتي بودي من الهيفي او اللايت تشين، او الفاريبل ريجن في التي سيل ريسبتور الفا او بيتا تشين. تمام. طيب الفاريبل ريجن في عندها هوت سبوت زي ما احنا قلنا. الهوت سبوت دي طبعا هنا في البي سيل ريسبتور عندك 3 سي دي ار في الهيفي فاريبل واللايت فاريبل. برضو هنا في عندنا 3 سي دي ار في الفاريبل الفا والفاريبل بيتا. الافينيتي قوة ارتباط الانتيجين بالانتيجين ريسبتور في التي سيل ريسبتور بتكون اعلى بكتير قوي من البي سيل ريسبتور، لان التي سيل ريسبتور بتكون اعتمادها اعتماد كلي على التعرف اللي حصل ما بين الانتيجين الكومبلكس من اتش سي والبيبتايد والتي سيل ريسبتور. اما الساينال فانكشن الاستراكشر بتاع اللي موجوده في البي سيل ريسبتور مختلفه عن اللي موجوده في التي سيل ريسبتور. تمام. طيب تعتبر comparison على الفرق بين الانتي بودي كستراكشر وكفانكشن والتي سيل ريسبتور. فده موضوع فيديو النهارده، الكلام عن الانتيجين ريسبتور. في الفيديو ده ان شاء الله نبدا نتعرف على الانتي بودي اللي هو كاركتكتشر بقى، ونبدا ندج اكتر في الاميونوجلوبولين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.